المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وتصريحات كارثية واتهامات بالمثلية الجنسية لمارك كلاتنبرغ رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري. خبر اتهام مرتضى منصور لمارك كلاتنبرغ بالمثلية الجنسية لم يمر مرور الكرام في واحدة من أشهر الصحف العالمية في العالم، حيث نشرت جريدة ذا سان الواسعة الانتشار خبر فرار مارك كلاتنبرغ من مصر لشعوره بالخطورة على حياته بعد اتهام مرتضى منصور له بالمثلية الجنسية. مارك كلاتنبرغ واحد من أشهر حكام العالم، حكم نهائي كاس أوروبا سنة 2016 بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى تحكيمه لمباراة نهائي أوروبا بين البرتغال وفرنسا. اللي بيعمله مرتضى منصور فاق الحدود، تصريحات كان ينبغي ألا تصدر من مسؤول كبير يرأس واحد من أكبر الأندية المصرية في الشرق الأوسط وأفريقيا. التصريحات دي للأسف هتأثر على مصر سياحيا ودوليا في وقت الحكومة المصرية والنظام المصري بيشتغل على قدم وساق لحل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في مصر. السؤال اللي بقى شاغل الشارع المصري: من يحمي مرتضى منصور؟ وهل مرتضى منصور فوق المساءلة القانونية؟ ولماذا تصمت الدولة على تصريحاته النارية التي يوجهها بالاتهامات لكثير من الشخصيات داخل مصر؟ وأرجو من الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة التدخل لإيقاف هذا العبث وهذه التصريحات التي يطلقها المستشار بصفة دورية على السوشيال ميديا، والتي قد تهدد الأمن القومي المصري. شكرا وإلى اللقاء.